في وسط زحمة الحياة بقينا بنحاول نلاقي اختصارات لكل حاجة في حياتنا. اختصارات للكلمات اللي بتطلع مننا بتعبر عن مشاعرنا اللي جوانا، اختصارات في أسئلتنا للناس اللي تهمنا أمرهم، اختصارات حتى في النظرة اللي احنا بنبص بيها للي حوالينا. الضحكة بقت صعبة، كل حاجة بقت جليتش كده، بتيجي بسرعة. مؤيدين انتوا ليا في الكلام اللي انا بقوله دوت، صح ولا لا؟ قبل ما نبدأ في الحلقة عشري ونبدأ في موضوعنا، أنا بس كنت حابب يعني أشكر الناس اللي أخذت من وقتها، يعني التمين إن هم يقعدوا يسمعونا الحلقة اللي فاتت ويسيبوا لنا كومنت والرياكشنز وبرضه كنت حابب يعني أقول للناس إن إحنا وصلنا لأول 1000 فيو، ويعني حاببهم يباركونا. يعني إحنا بادين يعني حاجة من الصفر، ويعني إن شاء الله لغاية ما نوصل لأبعد من كده بكتير. إحنا طموحنا يعني إن إحنا نعمل حاجة لطيفة لذيذة الناس تسمعها وتدينا رأيها فيها، وبنتكلم بكل يعني باختصار، مش عايزين نكبر الأمور، بالعكس إحنا عايزين دايما نشاور على الحاجات الإيجابية اللي إحنا ممكن يعني نساعد بعض بيها، عشان وسط الضغوط الواحد عايش فيها من شغل، من ضغوط الحياة، من الحاجات اللي احنا بنمر بيها. فالدنيا بقت فعلا مش أسهل حاجة، فاحنا يعني حابين نطلع نتكلم في المواضيع دي ونشارك الناس معانا ونسمع رأيهم. وده يعني سبب من الأسباب اللي احنا خلتنا نعمل البودكاست أنا وإنت يعني. دي حقيقة. فخليني أبدأ كده وأسألك، أنت إزيك، عامل إيه؟ قبل ما اجاوبك يعني نسينا نقول اهم حاجة. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة معانا في البودكاست. انا عشري وأنا هشام. وده بودكاست عطاري. قول لي بقى عايز ايه؟ إزيك، عامل إيه؟ الحمد لله، عادي، كويس. لا، ما هو انا بقولك ازيك عشري، ازاي الفترة دي، عامل ايه؟ مبسوط، مضغوط، مرتاح، حاسس بايه؟ انا مش بسألك السؤال ده عشان تقولي الرد اللي احنا بنسمعه كل يوم. يعني ممكن تكون انت واحد قاعد في وشه طول النهار، فبقت السؤال ازيك في حد ذاته بقى يعني كليشيه زي ما بنقول، ان هو انت بتسأل واحد ازيك عشان هو انت مستني رد الحمد لله، بس اللي هو انت فعلا ممكن واحد يكون بس مستني واحد يسأله انت مالك، ازيك، عشان يطلع كل اللي جواه ويتكلم او يحكي عن حاجة مضايقاه او يفضفض او فانا هو ده سؤالي ليك النهارده، ازيك؟ صراحة هشام يعني كلامك يعني لمس الواحد كده في حاجة. إيه، من النوادر، يعني طبعا مش عليك انت بس، من النوادر ان الواحد يلاقي حد يحكي له، يطلع اللي جواه. او من النوادر برضو لما الواحد بيتسأل انت عامل ايه، بيبقى مفكر ان الناس عايز تعرف هو عامل ايه. يعني بيبقى معروف ان السؤال انت عامل ايه هو مستني يسمع الحمد لله كويس، بالظبط، يعني انا زي الفل. وعشان كده فاهم. يعني يمكن الناس مش شايفانا، بس يعني هو الناس لو كانت شايفة الرياكشن بتاعك وانا بقول لك الكلمتين دول، وبرضه زي ما انتوا فاهمين احنا فعلا مش بنحضر اللي احنا بنقوله، عشان بنبقى عايزين نطلع كل حاجة اوثنتك او طبيعية زي ما انتوا بتسمعوها بالظبط. فعشان كده انا سألتك السؤال ده. امم يعني مش هحاول اختصر، يعني هحاول اقول فعلا اللي الواحد عايشه. زي ما انتوا عارفين انا مغترب، جاي من مصر علشان اعمل حاجة في حياتي مختلفة، اتطور. فده اللي بيتشاف عني عامة، ان انا راجل طالع بره، فالمفروض ان هو بيعمل حاجة واو يعني، او ان هو حد واو. بس هي الحقيقة ان الواحد مش واو، يعني الواحد عادي، انا بني ادم عادي، جات لي فرصة فاستغلتها، فبحاول ابذل كل المجهود اللي اقدر عليه علشان احقق حاجة يعني. في وسط ما انت بقى بتجري لتحقيق الغاية والهدف المراد ليك، بيبقى في حاجات كتير جدا بتكسر فينا وفي نفسيتنا بجد يعني هشام.
بتعدي علينا لحظات كتير الفلوس بتضيق عليك، الحياة بتضيق عليك، الغربة والناس اللي بتتكلم لغة مش لغتك والمدير اللي بيطلب منك حاجات حلوة وحشة سهلة صعبة مش بتبقى فارقة، المهم ان انت تحققها. يعني باختصار شديد كده انا اقول لك بصراحة انا حاسس ان انا مش عارف انا بضيع وقتي ولا لا. يعني مش عارف انا بنتج ولا ما بنتجش، مش عارف انا بتطور ولا ما بتطورش، انا باخد حقي ولا ما باخدوش. طب انا عارف انت العيشه في الان بتوين دي، اللي هو انا ايه البروجرس اللي انا وصلت له لحد دلوقتي؟ I don't know. يعني حقيقي I have nothing to share بجد. يعني مفيش حاجه اقول ان انا عدى سنه من عمري اكتسبت فيها 1 2 3 4. لا انا عادي، انا عايش عادي. يمكن العادي ده حاجه كويسه، يمكن العادي ده افضل من العادي اللي كان في مصر او من الانجاز اللي كان في مصر. مش عارف بس هو جوايا مضطرب شويه. يعني جوايا مش ساتيسفاينج كده بالنسبه اللي انا كنت متخيل ان انا هوصل لها بعد سنه في دبي شغال ما يقرب الى ماركتنج دايركتور في شركه، فيجوال كرييتور. مش عارف والله، ما عارف يعني، بس انا مبسوط الحمد لله. بالظبط، هو ده اللي انا، ده غرضي من السؤال ان انا عايز حالة عشري دلوقتي. يعني انت النهاردة صحيت حاسس ان انا زعلان، مبسوط، مضغوط شوية، تايه زي ما انت قلت، مش عارف، بحاول افكر بإيجابية. يعني ده غرضي فعلا من السؤال. عشان كده انا بحس ان الناس كتيرة ممكن ابقى انا قاعد معاك دايما كل يوم وبشوفك كل يوم، وانت ممكن اي حد من اللي بيسمعنا بيبقى يشوف واحد صاحبه كل يوم زي الطبيعي بتاعنا احنا في مصر. هنا بتشوف صحابك، بس دايما بنكون ممكن يبقى اقرب واحد ليك بيمر فعلا بفترة صعبة عليه، بيبقى بس محتاج يفضفض. يعني انا بس سألتك سؤال ازيك، بس انا غيرت فكرتك عن السؤال، انا بس لفيت السؤال قلت لك لا انت فعلا ازيك، وانت بدأت تفضفض لي. قلت لي انا حاسس ان انا مش عارف انا بعمل ايه، انا حاسس ان انا تايه، حاسس ان انا، فهي ده الغرض من السؤال. انت لو كل واحد فينا اي حد قريب ليه، صاحبه، ايا كان اهله بتاع، السؤال او لو انت اول ما انت بتبدأ تتكلم في اللي انت حاسه فعلا بتحس ان انت بترتاح. هو ده فعلا الغرض من معنى كلمة ازيك او انت عامل ايه. تعرف ان بجد يا شام الواحد اوقات بيبقى محتاج يحكي وما يتردش عليه بهلول. يعني بيحتاج يحكي مشكلته مجرد ان هو يخرجها من من جواه، فاهمني؟ حتى لو هيترد عليه انا مش عارف تعمل ايه، بس انا بحس لما بتكلم في حاجه ان انا طلعتها، يعني خلاص هي طلعت، ما بقاش كل فكري ان الحاجه دي جوايا، لا ده بقى في حد غيري شايلها معايا. على فكره كمان يعني ده انا بشوفه نوع من انواع جبر الخواطر، يعني بشوفه نوع من انواع الرحمه، انك تسمع لمشكله حد وحتى لو مش هتقدر تساعده فكونك بتسمعه بس دي مساعده في حد ذاتها. ف شكرا ان انت فتحت لي المجال ان انا اطلع حاجه جوايا، وسعيد ان ده موضوع الحلقه اللي احنا بنتكلم عنه. يعني فاتمنى ان الناس تحس بالشعور اللي الواحد حاسه دلوقتي. يعني انت مش محتاج تقول لي شكرا، عشان احنا كصحاب او اخوات يعني ممكن الناس ما تعرفش ايه يعني العلاقه اللي ما بيننا كاخوات وصحاب ونشتغل مع بعض وبتاع، وكميه الضغوط اللي انا وانت بنبقى فيها. ممكن نبقى مع بعض في الشركه، في ما بيننا مشاكل، في بيننا اختلافات، في انا عندي راي وانت عندك راي،
صحيح مش كل الناس عارفه ان احنا بقينا في شركه واحده يا جماعه بجد. دي صدفه كده حصلت في فيكنسي كنا محتاجين فيها حد باك جراوند ميديكال في الشركه عندنا، وحصل ريكومنديشن لهشام، والحمد لله هو انفولف معانا دلوقتي لانه كان اكتر حد كواليفايد بالفيكنسي ديت، واهو بقينا في قبعه واحده. بالظبط يعني فبجد هو الموضوع كله بيبقى انت الشخص اللي بيديك ودنه حتى 10 دقايق لما يجي يسألك انت مالك عامل ايه، حتى لو انت مش عايز تسمع حل، بس انت فكرة ان حد يسألك ومهتم اصلا يعرف ان انت حاسس بايه او انت الفترة دي بتمر بايه او يتكلم معاك يديلك ودنه، بس هتحس ان انت حتى لو انت ما لقيتش الحل اللي انت بتسمعه او حتى لو ما لقيتش الرد اللي انت شايفه هو ده اللي انت كنت مستنيه، هتحس ان انت احسن، هتحس انك انت تحت على الاقل طلعت اللي جواك. واعتقد هو ده اللي ناقصنا الايام دي. ممكن كمان يعني انا مش عايز اروح بالموضوع لحته تانية، ممكن كمان اللي يحسها اكتر اي حد مسافر قاعد لوحده دي حقيقة. بيجري على لقمة عيشه، بيحاول يحسن من نفسه، بيحاول يطور من نفسه من عيشته ومن بيبقى محتاج لو لحد مثلا من بعيد يسأله انت ازيك عامل ايه، وهتلاقيه هو لوحده بيجري وبيحكي له حاجات هو ممكن يكون التاني مش فاهمها اصلا، او مش فكرة مش فاهمها، فكرة بقى يدخله بالظبط، هيدخله في شغله وفي حياته وبتاع هو فكرة بس واحد سأله ازيك. وانا يعني بصراحة الفكرة جات لي لو الناس بتتابع في كده توك شو اسمه AB Talks على اليوتيوب. طبعا فعلا الراجل ده بتاع بوخش صح؟ الراجل ده خطير فعلا، بيقدم حاجة مختلفة. وانا لما كنت اتفرج على حلقة من حلقاته السؤال يعني رد فيا كده، رد في صدري زي ما بتقول، عشان بدأت افكر هو انا ذات نفسي عامل ايه، عشان احنا كلنا بيبقى جوانا حاجات او توصل ساعات لمرحلة في حياتك مش عارف هو انا ماشي صح ماشي غلط، طيب انا اكمل ما اكملش، طيب اعمل ايه، بتوصل للمرحلة دي. فانت لما بتلاقي واحد بس سألك سؤال شبه ده وهو فعلا مهتم ان هو يسمع منك انت عامل ايه او ايه اخبارك او الدنيا ماشية معاك ازاي، بتحس انك انت مبسوط. يعني حتى لو هو فعلا سؤال صغير قوي او احنا بنشوفه دلوقتي تافه، بس بيفرق مع حد يعني 180 درجة. حتى انا يمكن دلوقتي يعني اللي انا هقوله لك ده انت كنت معايا في العربية واحنا ماشيين، كنا مرة راجعين من الشغل، انت شفت بنفسك احنا هنا عندنا يعني هنا في اللي عايشين في دبي يعني راديو او 104 كده، راديو اللي هو الفيرجن ميجا ستور. مع في واحد يعني مذيع هو مشهور اسمه كريس فيت، هو عامل برنامج اسمه كريس فيت شو. فالست يعني هي اللي بتتصل بيه فبتقول له كريس ازيك، فبيقول لها طبعا بقى هو مذيع وبتاع في انرجي ومش عارف ايه وبتاع، فقال لها I'm so good، انا زي الفل انا تمام. فراح هو تلقائي يعني رد قال لها انت ازيك عامله ايه، فراحت الست بكل طلاقه وحاجه مش متوقعه اللي هو انا وانت بصينا لبعض اصلا ساعتها، قالت له انا مش كويس. فهو الراجل راح سكت كده جليت في 3 ثواني ايه، قال لها ليه مش كويس، دي هي اللي سأل السؤال فاهم، فالطبيعي ان هي تبقى انا تمام وانا مش عارف. قالت له انا مش كويس. راح لها ليه، هو بس القصة كلها بدأت من ليه. لا القصة كلها في ان هي ما اختصرتش الحياة، لان الست دي حياتها اتغيرت بإجابتها دي بجد. معاناتها يعني بدأت تخف بالاتصال اللي هي عملته والصراحة اللي هي كانت فيه،
كون ان هي قالت انا مش كويسه، فده فتح مجال للي جاي بعد كده. نسمع بقى مع بعض ايه اللي بالظبط. حصل، لان فعلا بجد احنا ما عندناش متابعين كتيره، احنا بس عندنا 1000 واحد او 1042 بالظبط، واحنا بنسجل معاكم دلوقتي. وال 1042 دول بالنسبه لنا هم العالم كله وما فيه، ده اكيد طبعا ابريشيت كبير جدا جدا، واضرب طلقات في السماء بقى ايه عشان الناس ديت. ايوه بالظبط، اضحكوا كده لو سمعتوا الحلقه مش معموله علشان الغم والنكد والهم، لا بالظبط. لا استاذي الفاضل، احنا جايين نعدل من سلوكياتكم، تمام؟ وانا اولكم على فكره، انا مش بعدل سلوكيات الناس، انا بعدل سلوكياتي بس، متخفي في طاقه الإخفاء بتاعتكم بالظبط. يعني ما توديناش في ده. فخش عليا كده بالتقيل وقول ايه اللي حصل. فالست فعلا اتصلت قالت ان انا مش كويسه عشان انا ابني عنده ديفورميتي في ايده. يعني عنده عيب خلقي في ايده، فهو مش قادر يستخدم ايده طبيعي، وده مؤثر على نفسيته، وهو دايما بيبقى مكسوف من وهو رايح المدرسة وبيخبي ايده بتاعه، وان هي ما معهاش حق تكاليف العلاج بتاعته عشان ده محتاج عمليات وبتاع. فبالتالي طبعا عشان ده اكبر توك شو او توك شو في الراديو في دبي، فالراجل راح قال لها ان هو يعرف دكاترة وان هو هيوصلها بدكاترة. وبعديها بيومين الست راحت شاف الدكتور، والدكتور ده هيعمل لها العملية لابنها. كان دكتور مصري بالمناسبة، مش تعرفوا بس المصريين بره بيعملوا ايه مع بعض. بالظبط. هي ما كانتش مصرية اصلا، بس هو مهم، بس هو دكتور مصري. هو دكتور مصري قدامي بيحن لو سمحت. مهم. يعني فالحمد لله يعني. بس من كلمة واحدة الست دلوقتي نفسيتها اختلفت تماما، الولد نفسيته اختلفت تماما، الولد هيعمل العملية الحمد لله. الدكتور يعني كانوا بيتكلم، يعني جابوه يعني يتكلم، فكان بيقول ان هو في فرصة اكتر من 80% ان هو ترجع ايده طبيعية، وده هيرجع من بس سؤال. فانت فعلا ممكن تغير مود واحد تماما 180 درجة من بس سؤال، من واحد مهموم زعلان مخنوق متضايق عنده ضغوطات، عنده بس تسأله مالك ازيك. هو لو حس فعلا ان انت مهتم انك هتسمع، هو مش هيفكر مرتين ان هو يرجع وان هو يحكي لك بيفضفض، حتى لو انت مش هتديله الاجابه اللي هو مستنيها او هتساعده. بس هو فكره ان هو يلاقي حد بس يسمعه في اليوم الزحمه بتاعنا ده ما بقتش موجوده، بزحمه الحياه والوقت، وكل واحد بيجري ورا مصلحته وأكله. ايوه بس برضه هنا حاضر اقول لك ان دي مشكله برضه في اللي بيجاوب يا هشام. ما هو يعني انا هعرف منين؟ يعني وانا بقول لك انت عامل ايه، انت عرفت منين ان انا اقصد انت عامل ايه فتقول لي الحمد لله؟ لا، انت ممكن تكون مش عارف ان انا عايز اسمع بجد انت عامل ايه. يعني انا لما اقول لك انت عامل ايه، بلاش تختصر الامور وتترجم سيناريو وحوار وقصه كبيره قوي كده في دماغك وتخليها في الاخر فلاش باك بتاعها يعود عليك بانك تقول الحمد لله. ايوه الحمد لله على كل حال، بس انت عامل بجد، انت عامل بجد زي ما انت عملت معايا. اللي سأل يسأل تاني، لا انت عامل ايه بجد. واللي بيجاوب يا جماعه ما يختصرش، ايوه ما احنا عارفين ان الحمد لله، والله الحمد لله على كل حال، في السراء والضراء هنحمده، حامدينه وشاكرينه ونعمه مغرقانه من ساسنا لراسنا بالمصري زي ما بنقول. بس انا مش كويس لو انا مش كويس، انا كويس لو انا كويس، انا كويس بس متضايق. قول ان انت متضايق، قوله والله صدقني اللي بيسألك هيسمعك بالظبط. ولو ما سمعكش العيب عنده، الغلطة عنده، لكن لو انت ما حكيتش الغلطة عندك. بالظبط. ما هي دي الفكرة كلها، ان انت بيبقى عندك صاحب تعرف انت تكلمه او تحكي له. هي دي الفكرة العامة عامة، او ده الكور من ان انت يبقى عندك ناس قريبة في حياتك، ان انت تقدر تحكي لهم اللي عندك، عشان حتى لو هو مش عارف يفيدك بحاجة، بس انت هو بس طلع الهيدن فيلينجز بس. بالظبط. فكرة ان هو قاعد سمعك ال10 دقايق دول، انت من قنبلة موقوتة هتلاقي نفسك قنبلة صغيرة بالظبط. لا هتلاقي نفسك خلاص يعني لسه المشكلة ما اتحلتش موجودة، بس على الأقل لما تحكي وتطلع اللي جواك هتلاقي نفسك مخك بدأ يفكر طب انا المشكلة موجودة،
طب تعالى نفكر نحلها ازاي. طب انت عندك مشكله في الشغل، طب تعالى نفكر نحلها ازاي. كلنا عندنا مشاكل، بس هي الفكره كلها ان احنا طالعين نتكلم فيه ان ازاي كمان تتصرف مع المشكله، او ازاي تغير عقليتك من ان انت دايما حتى لو انت بتمر بظروف صعبه وتبقى دايما محبط او دايما سلبي، ازاي تفكر بايجابيه تطلع نفسك من الموضوع ده. عشان هي الفكره كلها بتبدا من مخك من فوق. انت لو فكرت بطريقه ايجابيه وحمدت ربنا، وعلى الاقل فكرت ثانيتين في النعم اللي ربنا مديها لك في اللي معاك دلوقتي اللي ممكن يكون غيرك بيتمناها، هتحس انك احسن بكتير. هتحس انك لا الحمد لله، لا انا تعالى نقعد نفكر انا ممكن احل ده ازاي. طب انا ليه متضايق دلوقتي؟ ده انا ربنا كرمني بواحد اتنين تلاتة. صح. فبجد فعلا انت لو فكرت بالطريقة دي اعتقد هتسهل على نفسك كتير. عشان احنا او انا فيا طبع، وانا بحاول اغيره، ان انا فيا جلد ذات رهيب. يعني بقعد لو عملت حاجة غلط اندب نفسي كتير، واعمل انا عملت ليه. خلاص اللي حصل. الفكرة كلها ان انت تفكر هتطلع من المشكلة دي ازاي، هتطلع من المود ده ازاي، هتعمل ايه. اعمل حاجة انت بتحبها، اعمل اي حاجة تطلعك من المود، صدقني هتفرق. اقعد مع حد قريب احكي له الموضوع ده، فعلا هيفرق تماما معاك في اللي انت حاسه او في مودك عامة في اليوم. حلو جدا. طيب بما ان انت بقى سألتني، فالمفروض ان انا ارد لك السؤال، بس الصراحة انا مش عايز انا ارد لك السؤال. انا عايز اعرف الناس اللي بتتابعنا دي بتحبنا قد ايه. كل واحد فيكم محتاج يعرف هشام عامل ايه يا جماعه، يا ريت يسالنا. تمام. وهشام هيبادر في الحلقه الجايه بانه يحكي، والله هخليه يحكي عافيه، هخليه يطلع لايف يحكي لكم. بس انتوا تسالوا، عشان لو ما سالتوش عارفك يا بتاع ثالثه خامس، هجيبك عارف شنطتك الحمراء، والله هجيبك. بس ده من الاخر. اسالك بقى انا السؤال بقى. لا مش سؤال انت عامل ايه، خلاص انا مش عايز اعرف انت عامل ايه اصلا. انا راجل متكبر يا ابني. انا اتدنى واعرف انت لا مش هيحصل ابدا. مهم يعني طيب علشان تبقى الحلقه زي ما احنا عودناكم ان احنا بنفوكس على مشكله وبنجد لها حلول. تعالوا نكون اول ناس بتبادر في انها تحل المشكلات العامه بتاعت بعض. احنا صحاب دلوقتي خلاص، يعني 1042 واحد صحاب مع بعض كده، ايه اسره واحده مع بعضينا، فنساعدوا بعضينا. فانا بفكر زي ما سلطنا الضوء على مشكله العلاقات وشوفنا ايه الحلول ليها. مشكله الاختصارات ديت بتكون دايما جايه عن صراع داخلي، ان انا مش عايز ابين للناس وعري نفسي ايه المشكلات اللي عندي وايه الضغوطات اللي انا بعيشها. فانت في وجهة نظرك الشخصية والمتواضعة، يعني ازاي الناس تحل المشكلة بتاعت ان هي تعري نفسها؟ مش فكرة تعري نفسك، بس هي الفكرة كلها ان انت، انا ما قلتلكش تمشي تحكي لاي واحد في الشارع همومك، فاهم؟ بس هو انت اكيد كل واحد فينا بيبقى عنده ان شاء الله لو واحد صاحبه واحد قريب منه ممكن تقعد تتكلم معاه، وده مش عيب. كل واحد فينا عنده مشاكل، كل واحد فينا في حياته عنده مشكلة. وفي ايا كان بقى مجاله فين، يعني ايا كان مجال شغله عنده مشكلة في الشغل، عنده مشكلة في البيت، عنده مشكلة هو حاسس نفسيته في الفترة دي مش متظبطة. يدور على الشخص اللي فعلا لما هيسمعه مش هيعايره بالحاجة اللي هو سمعها. مش فكرة معايرة، بس فكرة ان هو انت مش عيب ان انت تحكي، بالعكس انت اصلا موضوع صحي تماما. ان انت لو يعني كل واحد فينا عنده صاحب قريب منه او مامته باباه ربنا يخليهم، يعني انت لو قعدت اتكلمت انت صدقني يعني انت ذات نفسك تختلف تماما. يعني انا مش حابب اقول كده يعني، بس يعني احنا قبل ما نصور او نصور البودكاست ده يعني ممكن الناس مش شايفانا، بس هم مش شايفين احنا اصلا حالتنا كانت ازاي او مودنا كان ازاي. احنا بنرتاح لما بنفضفض مع الجماهير. بيختلف تماما لما انت اصلا، بس انا سألتك السؤال شبه ده انت وشك وحده اختلف. صح. عشان انت بس طلعت شوية كلام بسيط جواك، انا ممكن اكون انا ما كنتش عارفه، وانا اصلا كنت معاك كل يوم تقريبا. فهي الفكرة كلها ان انت بس
انا سالتك سؤال واحد وانت رديت عليه، فانت انت نفسيتك ارتاحت، او على الاقل حتى لو اللي جواك لسه يعني كل التساؤلات اللي انت ما لقيتش رد فيها، بس على الاقل بقيت احسن، عشان انت حاسس ان انا فعلا في واحد قاعد يسمعك، وان انا هسمعك، والناس اللي بتسمعني دي هتسمعك، وممكن حد فعلا يجبر بخاطرك بكلمة واحدة، وان ده عادي وده الطبيعي، وانت بتسعى وربنا هيكافئك على اللي انت بتعمله. كل واحد بيتعب في مجاله وربنا بيديله، وممكن تكون لسه مش وقتها دلوقتي، ربنا بيختبرك. انت كل واحد بيوصل، كل واحد مكتوب له حاجة هياخدها. يا جماعة مفيش حد هياخد رزق حد، وده انا مش عايز اخش في حتة تانية، بس هي الفكرة كلها ان احنا يعني كل ما احنا بنجري، فانت كل واحد بيجري على سعيه كأن حد هيخطف رزقه، وهو في الاخر انت لو بتؤمن بربنا وعارف ان يعني ربنا كتب لك الخير دايما، دي هتهديك كتير. يعني هو ما فيش، ربنا ما بيحطش حد في موقف او في سيتويشن معين وهو عارف ان هو الشخص ده مش قده. صح. ففعلا انت اصلا لو بدأت تفكر بالعقلية دي، او انت قلت لنفسك الكلمتين دول، حتى لو انت مش مقتنع بيهم هترتاح، بتهدى. دي حقيقة. فعشان انا دايما، حتى لو انا مش هكذب عليك، انا دلوقتي ممكن يكون في اصعب وقت في حياتي، لما بفكر فيها بالمنطق ده، وانا ليه سلسلة حياتي وصلتني لغاية هنا، بقول اكيد ربنا ليه حكمة في اللفة الكبيرة اللي انا خدتها عشان اوصل هنا. ممكن تكون انت كان نفسك في حاجة وبتدعي ليها وربنا يوصلها لك عشان يعرف ان هو انت كنت عايز ده، بس ده مش ليك، فترجع تاني للتراك اللي انت كنت ماشي عليه، فتبدأ تبقى انت عارف لا انا ده غلط، يبدأ ينور لك حاجات في السكة، تبدأ تتعلم حاجات جديدة. مش كل النجاح فلوس. فاحنا مع الوقت ومع طريقة التفكير، مع ان انت بس بتتكلم مع حد بينور لك حاجات كتير قوي في دماغك، ممكن تكون انت مش واخد بالك منها. فعشان كده انا بقول لك، هو انت بس تتكلم. يعني انا مش بنصح حد ولا حاجة، بس انا بقولها عن خبرة صغيرة ولو 1%، فاهم؟ طب هسألك سؤال. اتفضل. بصراحة أنا عجبني أوي كلامك، فحابب أسمع أكتر. يعني إيه رأيك في تدخل السايكاتريك؟ يعني إمتى الشخص يشوف إن هو لازم يروح يحكي لشخص سايكاتريك أو معالج أو طبيب نفسي؟ وهل عيب ولا لأ؟ بص هفهمك حاجة حلوة، هو السايكاتريك مش عيب طبعا، هو احنا وصلنا يعني خلاص، يعني احنا بقينا في زمن، يعني ما اعتقدش ان هو بقى، يعني خلاص الموضوع الناس اتعودت قوي عن القصة دي. في الاول زمان كنا الموضوع بالنسبة لنا ان هو الناس بتخبي وبتاع، ولغاية دلوقتي الناس مش بتحب تشارك ان هي بتروح بتاع، بس هي بنرجع نقول نفس القصة، ان انت بتروح لواحد بيسمعك من غير ما يحكم عليك، من غير ما يقول يا ابني انت فاهم اللي انت فيها، من غير ما يجادجك كشخص. هو كل اللي بيعمله بيسمع، يبلع منك اللي انت قلته كله لغاية ما انت تسكت، بعد كده يبدأ يديك شوية نصايح بسيطة. طبعا اكيد السايكاتريك ليهم دور مهم جدا، بس انا يعني دايما لما احنا بنحاول نتكلم في الحلقة، لما نيجي نطلع نتكلم، بحاول اتكلم في الحلول اللي هي، عارف انت، اللي هو ابسط الاشياء. طبعا في حالات بتبقى فعلا محتاجة ان هو يروح سايكاتريك، يعني عشان تبقى حالات ابعد من كده بكتير، بس انا بكلمك عارف انت الحياة العملية بتاعت كل يوم اللي احنا فيها، ان اي حد، اي شخص طبيعي بيمر بيها، فاهم؟ بيبقى دايما محتاج لو لواحد، فاهم، لو اقرب واحد، صاحبه، مامته، عيلته، ايا كان، اي حد هو فعلا بيثق فيه ان هو فعلا بس يكلمه. ففعلا اكيد طبعا السايكاتريك مهمين، بس دايما بقول لك احنا دايما عايزين نبسط الامور، مش عايزين نضخمها، فاهم؟ فهو ده وجهة نظري، ان دايما ان
دور على الحل القريب، وبعدين لو ما نفعش ابدا بالظبط. دور على حل بالظبط. مختلف. بالظبط. طيب اسالك سؤال تاني يا هشام. هل في وجهة نظرك دي حاجة ممكن تكون خطوة من خطوات تطوير الذات؟ يعني أنا من وجهة نظري الشخصية إن الشخص لازم يكون عارف نفسه 100% وعارف مشكلاته إيه هي عشان يبدأ يحط لنفسه سكادجول ببوينتس معينة وأهداف معينة تطور من شخصيته. فهل دي خطوة من ضمن الخطوات المفروض إن الإنسان يعملها لو عايز فعلا يتطور في حياته؟ اكيد طبعا، بس انت يعني انت بتتكلم من كده من حته يعني انت الحمد لله ربنا كرمك وانت عارف انت عايز ايه. بس في ناس فعلا بيبقى تايه، هو مش عارف انا عايز ايه، مش عارف انا عايز اعمل ايه، مش عارف هو انا اصلا موجود ليه، فاهم؟ هو بيبقى في ناس تبقى تايهه، هو انا بس بروح شغلي، ممكن يكون هو شغال بس هو فعلا مش عارف انا مش عارف انا بروح ده ليه، مش عارف انا ليه اصلا. فهو في ناس بتوصل يعني بتقضي حياتها كلها عشان بس تعرف تفهم نفسها. يعني هو الموضوع مش بالسهولة اللي انت بتتكلم فيه. حياته كلها عشان يعرف نص يفهم نفسه بس. في ناس بتقعد لغاية سن، مش عايزين نتكلم في عمر يعني، بس في واحد بيبدأ بيفهم هو عايز ايه، من عايز يشتغل ايه، ولا هو الشغل ده ينفع له ولا لا، في سن متأخر، ويبدأ يعمل كارير شيفت وهو مثلا مفروض ان هو ده في البيك بتاعه. في ناس كتير قوي انا اعرفها بتعمل كده، عملت كده اوريدي، بيوصل لمرحلة اللي هو بعد سن مثلا معين بيحس ان هو لا انا مش عايز اعمل كده تاني. فيبدأ يدور على نفسه تاني. لا مش عيب، بالعكس، هو انت صحي فعلا ان انت تقعد تفكر لو انت شايف انك حاجة مضايقاك. ستوب يا شباب. مش فاكر بتقول ايه. كنت زي ما بقول لك لو في حاجة مضايقاك في شخصيتك انت بتعملها، يعني دايما بتأجل الحاجة، دايما نفسك مثلا تتمرن ما بتتمرنش، نفسك تظبط أكلك ما بتظبطش، نفسك تبقى صريح مع الناس وانت دايما بتختار انك انت يعني تمط الموضوع او تلف من ورا عشان انت مش عايز تقول الموضوع بس على طول. كل واحد وليه ظروفه، ما اقدرش اقول لك حاجة معينة يعني، فاهم؟ فانت يعني انا هكلمك عن حاجة شخصية ليا، انا مريت بيها وانا بحاول احسنها في نفسي. انا يعني في الاول كنت ممكن ابقى عايز اعمل حاجة بس ممكن اقول لها بكرة، مش هخسر حاجة بكرة. بس انا دلوقتي بقيت اللي انا عايز اعمله دلوقتي بقوم اعمله على طول، بحاول على قد ما اقدر ما اجلش اي حاجة لبكرة. اجلها لبكرة ليه؟ انا دي حاجة فيا انا نفسيا بحاول اعملها. حاجة تانية بحاول اعملها اللي هو او انا بقيت بعملها اللي هو انا حاسس بحاجة او مش عايز اعمل حاجة، مش عيب ان انا اقول لا انا مش عايز اعمل ده عشان انا عندي ورايا كذا كذا كذا، عشان انا عندي شغل، عندي تمرين، عندي انا في اسلوب حياة انا حاطه لنفسي. فبقيت دايما مختصر يعني لو انا في حاجة انا عايز اقولها بقولها، عشان انا شايف ان انت دايما اسهل طريقة او اسرع طريق الطريق المستقيم اللي هو الخط المستقيم، مش اللي هو المعرج، فاهم؟ هتقعد تمشي على سطر وتنزل عليه، هتقعد تتعب عبال ما اصلا توصل للسطر اللي انت عايز تعمله، او اللي انت شخص مش عايز تنزل معاه دلوقتي. مش عيب انك انت تقوله انا اسف مش عارف انزل بطريقة لطيفة ولذيذة، انا عندي كذا كذا كذا. الموضوع بسيط لو انت حطيت لنفسك، بدأت تشوف انت ايه اللي انت مش عايز تغيره في حياتك عامة، وتبدأ تكتبه في ورقة. مش عيب انا بعمل كذا كذا كذا، وتبدأ تظبط روتين ليومك. ده هيفرق معاك نفسيا. انت لما تلاقي نفسك ان انت مثلا انا كشخصيا بحب اتمرن، بقى اظبط تمريني، اعمل وقت مقدس لتمريني، واظبط اكلي، بنزل اجيب حاجتي بتاعت الاكل، اعمل انا ده اللي انا هاكله، ده وقت شغلي، ده وقت اللي انا هنزل اشتغل فيه، وده الوقت اللي انا هنبسط فيه. فانت لما تبدأ تحط لنفسك روتين يومي بتحس ان انت انجز، بتحس انك انت احسن نفسيا يعني. بجد انا مستمتع بالكلام الجميل اللي انت بتقوله ده، والحلقة كانت ممتعة بعكس ما انا كنت متخيل يعني.
او مش بعكس، يعني اكيد كنا هنعمل حاجه ممتعه، بس ما كنتش متخيل ان انا هستمتع شخصيا بيها. يعني فاهم، احنا بنعمل حاجه تمتع الناس، بس ان احنا نستمتع بحاجه دي بتبقى حاجه تستحق ان الواحد يشكر صاحب الفضل عليها. شكرا بجد يا هشام على حلقه جميله زي دي. إيه، طبعا احنا مش هنطول عليكم اكتر من كده، بقالنا ازيد من نص ساعه بنتكلم معاكم. فاحب اقول لكم ان ده بودكاست على الطريق. على الطريق يعني تسمعه وانت ماشي في الشارع، راكب العربيه ورايح شغلك، صاحي من النوم وعايز تسمع شويه كلام موتف كده محترم يخليك تبدا يوم جميل. وتنساش بقى تهيت بوتون السبسكرايب وتعمل لايك وشير لو سمحت، عشان الحاجات دي بتشجع الواحد على انه يطلع شغل جديد. معايا ولا مش معايا يا هشام؟ اكيد طبعا. انتوا بقى معايا. وانا برضو يعني انا يعني حابب اشكر كل الناس اللي سابت لنا كومنت فعلا. يا جماعه انتم مش عارفين يعني كومنت واحد بيشجع الواحد ازاي ان هو فعلا يطلع يتكلم ويقول يعني، ويبدا يحس فعلا ان هو الكلام اللي هو بيقوله ممكن حد يسمعه او مهم صح فعلا. فانا فعلا مستني الكومنتات اللي هتيجي على الحلقه، ومحتاج فعلا الناس تبدا تشاركنا هم رايهم ايه في اللي احنا بنقوله ده. هل هم معانا ضدنا؟ في توبكس معينه محتاجين ان احنا نتكلم بالظبط، فيها، في حاجه معينه حد عايزنا نطلع نتكلم فيها. يعني انا يعني اي تفاعل احنا طبعا بنكون طايرين بيه، دي حقيقه. واحنا مش قادرين نستنى ايه الفيدباك اللي هيجي من الحلقه دي، عشان احنا لسه مرتب لحاجات ان شاء الله جايه كتير ان شاء الله. فده كان هشام، وانا عشري، وده بودكاست على الطريق. ونشوفكم في حلقه جديده. انتظرونا قريب جدا. ويا ريت تقولوا لنا ايه المشكلات من وجهه نظركم اللي بتواجه المجتمع، وايه الحلول بتاعتها، ولو مش لاقي لها حلول احنا هندور ونقول لكم عليها. يلا دمتم سالمين في امان الله. سلام عليكم.